وحياة حبيبك النبي يا بابا اصبر، هو قال اسبوع وهيجيب اوضه الاطفال، بس اصبر. لا، هو لو كان راجل بجد كان التزم بكلمته. تحت العماره عندي في محل المونتال بيبيع مطابخ شكلها حلوه جدا والوانها كمان حلوه قوي. لاحظت وانا معديه انه كاتب ورقه ومعلقها كاتب مطابخ اسعار خاصه، فقلت اساله ايه المطابخ الخاصه دي، ولما سالته عرفت انها بتكون مطابخ العروسه، وللاسف الجوازه ما كملتش قبل الفرح بكام يوم. لموا عفشها وبيجيبوا له المطبخ عشان يبيعه بسعر معقول وياخد عمولته. وقال لي وهو بيتنهد كده بحاول اهون عليهم ما هو ما يبقاش موت وخراب ديار. مشيت من عنده وانا بفكر في البنوته اللي يعني ممكن يبقى فرحها كمان كام يوم، وفجأة كل أحلامها تتهد. وامبارح كنت راجعة بالليل من الشغل لقيت عربية نص نقل واقفة عنده بتنزل مطبخ لونه حلو قوي ولسه بالسلوفان بتاعه، وقدام المحل وقف راجل ومعاه بنوتة في العشرينات من عمرها، والبنوتة ماسكة في دراعه وعمالة تعيط وتقول له والنبي يا بابا وحياة حبيبك النبي هو هيتصرف هيجيب أوضة الأطفال بس اصبر. والأب بكل حدة وعنف زق دراعها وقال لها ما هو لو راجل بجد وهيصونك كان احترم كلمته، وما دام اتفقنا على حاجة يبقى يعملها، لكن جاي يحطني دلوقتي قدام الأمر الواقع ويقول لي معيش أجيب أوضة الأطفال قبل الفرح بأسبوع وفاكر كده إنه هيلوي دراعي يبقى بيحلم. فضلت واقفه شويه متسمره مكاني. هي الخناقه على اوضه الاطفال اللي هم اصلا الله اعلم هيجوا ولا لا. البنت كانت عماله تعيط وتلطم وتخبط في الارض، وفجاه وقعت من طولها مغمى عليها. جريت عليها وبقيت بحاول افوق فيها وما حسيتش بنفسي غير وانا عماله اصرخ واقول للراجل يخرب بيت الفلوس على اللي اخترعوها، هتموتوا عيالكم عشان خلافكم على فلوس. ولما البنت فاقت بقيت عماله طبطب عليها وهي تعيط وترجع تصرخ في باباها من حرقه قلبها، وابوها اللي نازل عليه ما تدبدبيش وما تفتحيش بق. حاولت اتكلم معاه رفض وقال لي وانتي مالك انا عارف مصلحه بنت. خدت بعضي وطلعت البيت وانا عماله اسال نفسي هو بجد في ناس بتفركش جوازات عشان اوضه ولا فوط ولا طقم حلل ولا اي حاجه من الحاجات دي؟ طب فركشوها لو اخلاقه وحشه، لو مش عارف دينه، لو بخيل، لو قليل الادب، حاجه فعلا تفرق في العيشه والمعيشه. لكن عشان شويه متطلبات تكسروا قلوب ولادكم؟ طب لو معاه فلوس بس اخلاقه مش تمام هيبقى حلو وجميل. الحياه مهم فيها الاتفاقات والالتزام، بس برضو تقرب المسافات من بعض. البيوت بتعمر بالحب والاحترام بالتفاهم مش بالعفش ولا النيش ولا الذهب. ما تكسروش قلوب ولادكم على كلام فاضي. كفايه قلوب مكسوره، كفايه قسوه. دوروا لبناتكم على عريس غني باخلاقه ودينه وعيلته الطيبه. اطلبوا وتشرطوا، محدش قال لكم جوزوا بناتكم ببلاش، لكن هونوا الدنيا وبالمعقول. وما دام جاءكم من ترضون دينه وخلقه تاكدوا انكم اشتريتوا لبنتكم الاغلى من الفلوس. ربنا يهديكم لاولادكم يا رب.